اخويا ده طلع جامد جدا ودماغه تتلف في حريق. الجمعه اللي فاتت صحينا على خناقه نار بين مرات اخويا وامي. كل ده كان ليه بقى؟ علشان مرات اخويا قررت تنظف الشقه بدري، والمكنسه كان صوتها جاي باخر الشارع وامي لسه نايمه. امي ما كانتش عارفه تنام فراحت قايمه وزعقت لها. مرات اخويا طبعا ما سكتتش، دي لسانها اطول منها وقلبوها خناق. انا قلت الحق انقذ الموقف ورحت صحيت اخويا، قلت له قوم يا عم مراتك وامك بيولعوا ببعض. راح بمنتهى البرود قال لي اعملي لي شاي، وقعد يتفرج عليهم لحد ما تعبوا وسكت. بعدها طلع مع مراته وقال لها سيب المكنسه يا قمر، الشغل ده ما ينفعش للايادي دي، ولا انت اتخلقت للبهدله. وراح نازل لماما ورمى المكنسه في الارض وقال لها علشان خاطرك يا ست الكل المكنسه دي مش هتشوف النور تاني. وقال كمان انا ممكن اتجوز كل يوم بس الام واحده بس في العمر. امي لما سمعت الكلام ده كانت هتطير من الفرح، بس اخويا قال لها عيب يا ماما الشتيمه اللي شتمتها لها، كده اخدت ذنوب كتير وحرام عليك. فقالت له ما هي مراتك لسانها اطول منها وتستاهل. قال لها خلاص يبقى هي اللي هتخش النار لوحدها، انا مستحملها علشان العيال انما عايزك انت معايا في الجنه. واقترح عليها انها تكفر عن ذنب الشتيم، وقال لها يا تروحي تصالحيها يا اما تطلعي صدقه. ماما قالت له صالحها مستحيل، الصدقه راح. فقال لها خلاص عندي الحل، نجيب واحده تنظف البيت كل جمعه ونديها صدقه من غير ما حد يعرف. ماما قالت بس بشرط مراتك ما تدفعش ولا مليم، الثواب يبقى بتاعي لوحدي. طلع فوق لمراته قال لها من النهارده كل جمعه ترتاح، البيت هيجي له واحده تنظفه وانت هتقعدي هانم. ومن ساعتها امي بتدعي له علشان فكر في اخرتها، ومراته بتدعي له عشان مقدر راحتها، وانا وهو قاعدين بنتفرج ونضحك على الاتنين.